عسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم حبيت باش نعمل معاكم جاتو البرتقال. توا فصل البرتقال باش نعملوا بيه برشا حاجات، منهم جاتو عصير الى اخ. اليوم حبيت نجرب معاكم الجاتو هذايا، راهو يعمل 66 كيف ما تشوفوا المنظر يشهي، وريحة البرتقال عاملة حالة. تحبوا تعرفوا الرسات كاملة ما تنسوش تتابعوني فيديو للآخر، وتعملوا لي لايك والاشتراك، وتدعموني في القناة. راهو دعمكم يشجعني برشا اني نواصل في الفيديوهات. وزيد كومنتاراتكم نحبها تكون ديما موجودة على الفيديو، ولو اني مش ديما يعني نعمل فيديو، كل ما نلقى وقت ان شاء الله نعمل لكم. بغيف باش نبدا الريسيت، تابعوني للاخر ما تغلقوش من الفيديو، وهي نبدو في الوصفه نتاعنا. باش نستحق 3 عظمات، نزيد عليهم 100 غرام سكر، السكر غلي، باش نحركها بالمكسور. حصلت على الخليط هذايا بدا ابيض كيف ما تشوفوا، باش نحط عليه اقل من نص كاس نباتي، زيت نباتي، و100 مليلتر عصير برتقال، كان حلو ولا قارص كيف ما تحبوا. 100 مليلتر عصير برتقال. سامحوني قصت علي الكاميرا، صبيت كما قلت لكم 100 مليلتر عصير برتقال باش نخلطهم. حطيت خمرة القطو مغربلة. طب باش نزيد الفرينة حسب تشرب ولا ما تشربش كما العادة، تصبوا بشوي من توصل القوام تاع القطو ذاك العادي. نغربل الفرينة ونرجع لكم. باش نحرك بشوي، انا باش نحرك بالمكسر، بالتالي نبدل نحرك بشوي. تدخل الفرينة، حسب الفرينة تدخل في الخليط هكا اهو، من غير ما نركبه باش ما تعبش تشوفوا فيه الحرك بتاع المكسر. صارت لي فاجعة نلقى بنتي لعبت بالفوي، نلقاها تطبق داك الفوي صيا عليه. باهي توني حسيت القوام نورمال هكا سيبون، من غير ما نزيد الفرينة. هذا هو القوام المناسب. انا فرينتي تشربه، استعملت حوالي 300 جرام. باهي للإضافة تحب تستعملوا بشور مش بشور، الزيت نتاع البرتقال، تحك البرتقال من فوق من برا بركة من غير ما نوصل قشر البيضاء، باش تعمل لكم المطعم زاد بنين على الاخر في الجاتو. انا اكتفيت بعصير البرتقال. تو باش نصب في المول اللي حضرته. باش نبعد هذا شوي. الليمون دهنته بالزبدة، وصبيت فيه شوية فرينة باش ما تلصقش الجاتو، واللي يحب يعمل بيبيا كويسون نورمال. باش نصب الخليط نتاعي في المول. بسم الله.
عندي لهنا عصير متاع برتقال 3 كعبات باش نصبه في كسرونة. باش نعمل عصير البرتقال باش نحط عليه 50 غرام سكر ولا اكثر شويه بالحلاوه، باش نحطهم فوق الغاز يطيبوا بعضهم لين يولي عاقد عصير خاثر. عندي شرائح متاع كعب برتقال باش نحطها في العصير متاعي باش نزين بهم للاخر. كيف يعقاد العصير نحط عليه الشرائح. حطيته يطيب على نار هاديه، كل نار نحركه بشوي بركه، نخليه يطيب بالكدا. العصير بدا يخثر بشوي باش نحط عليه الشرائح البرتقال. كيف ما تشوفوا حطيت الشرائح ونخليها يزيد يخثر شوي ومن بعد نقص عليه. سيء تحصلت على العصير متاعي باش نسقي بيه الجاتو. كيف ما تشوفوا ما عرفش اذا كان مبين ولا لا. سي بون. دخلتها الفور على 30 دقيقة على 180 درجة. حلت عليها فوق اللوطة كيف ما تشوفوا فيها حمارت، جت تعمل 66 كيف، وريحة البرتقال تعمل 67 كيف. تو عندي باش نقلبها في الصحن هذايا. في بالي باش نقلبها في السخان شوي بطلت باش نحط السيروم اللي عملته باش نحي منها الشرائح البرتقال باش نحطهم هكا. سمحولي صوت الغسالة قاعدة نغسل. هي والسيروم باش نصبه من فوق. ريحة البرتقال ما نحكيلكمش تعمل 66 كيف. باش تبدأ تشرب ما تنسوش باش تعملولي اللايك والاشتراك. امان ادعموني. هذه هي الظروف المباشرة قال سي عبد الرزاق. نوصل ونصور في فيديو به. هذه هي خبزتنا اليوم حضرت، ان شاء الله تكون عجبتكم. وما تنسوش باش تجربوها وتعطوني رايكم، وما تنسوش باش تعملوا اللايك والاشتراك. ان شاء الله كل فيديو نشاركه معاكم. وذاك هو ان شاء الله في فيديو قادم. بالسلامة.